عمرك لاحظت وانت شغال او بتذاكر ان في حاجات بتاخد منك مجهود جبار ووقت كتير جدا عشان تلحق تخلصها، مع العلم ان في ناس تانية جنبك خلصتها في نص الوقت ومن غير ما تعمل كل المجهود ده وهي حاطه رجل على رجل؟ خليني اقول لك ده بيحصل ليه. احنا كان عندنا مفهوم زمان ان الناس اللي بتشتغل شغل جاد وساعات اكتر هم دولت الناس الشاطره، اما الناس اللي ما بتشتغلش كتير وحاطه رجل على رجل كده وهي شغاله وبروقان دي الناس اللي مش شاطره. بس في الحقيقه ده مفهوم خاطئ، لانه ببساطه الحاجه المتعبه فعلا في الشغل مش الشغل نفسه، هي طريقتك في ان انت تستقبل المعلومات اللي هتشتغل بيها وتبتدي تطلع نتائج. فده معناه ان انت لو اشتغلت بطريقه اذكى انت ممكن تشتغل في وقت اقل ومجهود اقل من ده بكتير وتطلع نتائج احسن من اللي كنت بتطلعها. وده مفهوم بنسميه الكسل الذكي. الناس اللي عندها كسل ذكي دولت الناس اللي عايزه تطلع اعلى نتيجه باقل شغل ممكن. الناس دي بتكره تبذل مجهود مهدر، هي مش عايزه تعمل ده. فهي بتفكر بالظبط ايه الحاجات اللي هي محتاجه تعملها وتعملها، وايه الحاجات اللي ينفع ما تعملهاش. مش هقول لك مش المفروض تعملها، لا، اللي ينفع تتجاهلها او ما تعملهاش بتبعد عنها تماما. وده يجيبنا لخمس نقط مهمين، لو اتفقنا عليهم هنعرف نطبق موضوع الكسل الذكي ده باختصار، ومش هتلاقي نفسك بتبذل مجهود ووقت كبير في حاجات ممكن مبقاش ليها لازمه. تعالى نبتدي بالنقطة الأولى، وهي ابدأ ببطء تخلص بسرعة. النقطة دي باختصار الهدف منها إنك تبقى عارف بالظبط إيه الحاجات المطلوبة منك والحاجات اللي مش مطلوبة، وإيه الحاجات اللي متوقع تسليمها بالظبط، علشان تعرف تشتغل عليها تحديدا، ما تعملش أي حاجة تانية ملهاش لازمة. فلو بدأت بطيء هتعرف تفهم كويس، تعرف تخلص بسرعة. اما بقى النقطه التانية هي انك تعمل 10% وتستأذن تكمل. يعني ايه ده اصلا؟ ويفرض مفيش حد تستأذن منه. بدل ما تعمل كل الشغل وبعدين ترجع تندم ان انت بذلت مجهود كبير ملوش لازمه، او ذاكرت درس ما وبعدين اكتشفت انه ملغي من المنهج او غيره، فلا، اعمل 10% بس من اللي المفروض تعمله من التاسك او الحاجه اللي انت فهمتها، وبعدين روح اسأل شخص: هل انا كده ماشي تمام ما اعرف اكمل زي ما انا، ولا انا كده في عندي مشكله ومحتاج ارجع اظبطها؟ ده هيخليك ما تبذلش مجهود كبير في حاجات ملهاش لازمه، وهيخليك تبقى متاكد ان الخطوات اللي جايه انت عارف انك ماشي على الطريق الصح. ده يجيبنا لتالت نقطة، وهي لو اتكرر يبقى مش هيتكرر تاني. معناها ايه دي؟ يعني لو لاحظت ان انت في تاسك معينة بتتكرر معاك، مش بتتكرر، هي مجرد انها اتكررت اصلا، ده معناه ان انا محتاج اعمل حاجة اخليها ما تتكررش تاني. فلو انا برد مثلا على ايميلات بشكل ثابت، لو في نوع معين من الايميلات انا برد عليه بتمبلت معينه، فيا ريت تعمل التمبلت دي، ما تكتبش الايميل كل مره مثلا. فده هيسهل عليك ان انت كل مره بدل ما هتكتب الايميل ويبقى ده صداع وتاسك على دماغك، لا، انا هخلصها بشكل سهل. ده بقى ده بالظبط الكسل الذكي، ده اللي احنا بنتكلم عليه. ما تعملش حاجه مرتين، اعمل حاجه تعملها. فلو ببعت الايميل ده مثلا بعد حدث معين بيحصل، فانا ممكن بنقطه اوتوميشن صغنطوطه كل ما يحصل الحدث ده الايميل يتبعت. فانا مش هدخل نفسي في صداع حاجه انا ممكن ما ادخلش نفسي فيها، هي ممكن تتعمل لوحدها. اما بقى النقطه الرابعه، وهي شيل الاحتكاك، الشغل يمشي لوحده. في مفهوم خاطئ كده عند الناس ان الكسل ضد الانتاجيه، بس في الحقيقه لا، الكسل لوحده مش ضد الانتاجيه، الكسل مع المقاومه هم ضد الانتاجيه. يعني انا لو شخص كسول واللابتوب بتاعي بطيء، فانا اكيد هكسل ان انا اطلع الشغل مثلا. لو انا شخص كسول وعندي مشكله ما في الانترنت، ما انا اكيد هيبقى عندي مشكله مع الانتاجيه مثلا. لكن لو انا شلت كل المعوقات اللي ممكن تخليني اشتغل، فتوقع من الشخص اللي مش عايز يشتغل كتير ده احسن شغل ممكن يطلع. لان هو مش عايز يشتغل كتير، هو عايز يخلص الشغل. طبعا في فرق ما بين انك تبقى كسول او ان انت مش عايز تخلص الشغل، او مثلا بتهمله او حاجه زي كده. لا، انا عايزك تبقى كسول بان انت كده كده هتخلص الشغل لكن باقل مجهود ممكن. انا مش عايز ابذل طاقه، انا عايز اخلص الشغل من غير ما اتحرك من مكاني. النقطة الخامسة هي اشتغل على المهم وابعد عن المثالية. في قاعدة كده بتقول ان 20% من الشغل بيترتب عليه 80% من النتائج. انا مش جاي اشرح لك القاعدة دي النهاردة، بس جاي اقول لك شوف ايه ال 80% اللي مالهمش لازمة في الشغل اللي انت بتعمله وتخلص منهم. هتلاقي نفسك تقريبا بتعمل 20% بس، وده معناه ان دي النتائج. انا مش عايز حاجة اكتر من كده. طب ال 80% دول بيخلصوا في ايه؟ بيخلصوا في الكمال. انت بتحاول تبقى بتعمل كل حاجه، انت عايز كل حاجه بشكلها تحفه، انت عمال تظبط في البرزنتيشن بتاعتك ان الوانها تبقى جميله، ان كذا يبقى شكله مش عارف عامل ازاي، ان انا هحفظ اخر 3 كلمات علشان لما اتسال في الانترفيو يبقى. ابعد، فكك، ما تعملش 80% دولت، ركز على 20% الحقيقيين، دول اهم حاجه. انا النهارده مش جاي اقول لك كسل او خليك بني ادم كسول، انا جاي اقول لك ان صحتك مش للطاقه المهدره. خلي صحتك لحاجات ليها فايده، وما تضيعش وقتك في حاجات كان ممكن ما تضيعش وقتك فيها. واقعد كده مع نفسك اسبوع وجرب تبقى كسول بذكاء، وشوف النتائج هيبقى شكلها عامل ازاي، ويعني شاركني يا ريت. ويا ريت تكتب لنا تحت في الكومنتات ايه اكتر عاده كانت بتخليك تهدر الوقت اللي موجود عندك. ولو عايز فيديو عن ازاي ممكن تشتغل اسرع من غير توتر فبرضه عرفني، ممكن نتكلم فيه الفتره اللي جايه.